تقطعيها الأحجام اللي تعجبِك والأشكال اللي تريّحِك، وطبعًا أنا يعني مشغّلة الفرن قبل ما أخبزها بحوالي 10 دقايق كده على درجة حرارة 180، يعني درجة متوسطة مش درجة عالية أوي، لإن طبعًا القراقيش إحنا مش عايزينها تستوي على طول، لأ إحنا عايزينها تاخد وقت إن هي يعني إيه، أول ما ندخّلها الفرن تاخد وقت شوية عشان تقرمش معاكِ. خلاص، يعني إحنا مش عايزينها تستوي على طول ونطلّعها تبقى لسه طرية، لأ، أنا عايزاها تقعد في الفرن شوية بحيث إن هي تبقى مقرمشة وتطلع حلوة مضبوطة معاكِ. طبعًا أنا مجهّزة صاج كده للخبز وحاطة عليه ورقة زبدة، لو ما عندكيش ورقة زبدة خلاص عادي استخدمي أي صاج ألمونيوم عندِك وما تدهنيهوش أي حاجة، هو حطّي القراقيش على كده على طول. طبعًا هي بتقعد في الفرن حوالي تِلت ساعة عقبال ما تستوي كده وتبقى مقرمشة وتاخد لون دهبي حلو، وبعد كده بتطلّعيها من الفرن وتحرّكيها كده من مكانها عشان ما تلزقش في الصاج، وخلاص على كده